مرحبا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست جلسة تجميل. اليوم رح نتناول موضوع كتير مهم. بيحكي عن مرض منسميه اللايبوديميا. هذا المرض هو عبارة عن تراكم دهون. ممكن يسبب شعور إحباط، وطبعا هذا المرض شائع أكثر لدى النساء. وطبعا باستضافة الدكتور أو استشاري جراحة التجميل دكتور أحمد الشريفة رح نتعرف اليوم على هذا المرض ونحكي عن أسبابه، نتائجه، طرق العلاج. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا بك. يعطيك العافية. دكتور، لو جينا نحكي عن اللايبوديميا، كيف فينا نشخصه؟ كيف ممكن ما يكون في خطأ بالتشخيص؟ لأنه أنت عارف أنه ممكن يصير في خلط بالتشخيص من قبل المريضة. طبعا أكيد الدكتور حيعرف يشخص. كيف فينا نوصف هذا المرض؟ بص، اللايبيديما أو الوزمة الشحمية يمكن مش مصطلح جديد ولا حاجة، ولكن هو مصطلح بقى بابليك أكتر مع الناس، وارد أكتر، الوعي بيه زاد أكتر. ببساطة هو تشخيصه بيكون تشخيص ميديكال أو طبي بصورة أساسية. بمعنى إيه؟ له شوية خصائص بتبقى واضحة جدا. تراكم للدهون بصورة مبالغ فيها، غالبا بالطرف السفلي، دهون عنيدة. مهما المريض لعب رياضة أو نزل أو المريضة لعبت رياضة أو نزلت في الوزن أو حتى عملت تكميم وتحويل مسار، الدهون دي ما بتنزلش. تمام؟ نهائيا. فدي أكتر حاجة تخلي المريضة تشك إن عندها لايبيديما، إنها دهون غالبا في المنطقة السفلية من الجسم. إحنا هنتكلم عن الأنواع والدرجات وكل حاجة، بس إحنا بنتكلم المنطقة السفلية من الجسم، عنيدة ما بتنزلش، أحيانا بتسبب ألم، أحيانا بتبقى مصحوبة بتغيرات في الجلد. ساعتها تبدأ تشك إن عندها لايبيديما. دايما البيديتيريوريتس أو تبدأ تبان قوي ويحصل فيها وضوح أكتر مع التغيرات الهرمونية، سواء مع سن البلوغ أو الطمس أو مع الحمل المتكرر. كل شوية تحس إن الوضع بيبدأ يسوء، ممكن تتفاقم أكتر. بالظبط. أسبابه إيه؟ غالبا جينية، غالبا وراثية. لازم حد في العيلة، الأم، الخالة، العمة، بتكون عندها نفس المشكلة بدرجة ما. في أسباب تانية كتير بقى، يقولك في مشكلة في التصريف الليمفاوي بتاع المنطقة دي فبدأ يأثر على الدهون اللي موجودة. بغض النظر عن السبب، واحنا لينا النتيجة، لأن إصلاحها بيكون له طريقة معينة. تمام. خلينا نقول إن هو له درجات اللايبيديما وليها أنواع. درجاتها، الدرجة الأولى هو الجلد سليم تماما، ولكن في زيادة في الدهون تحت الجلد بصورة مبالغ فيها. بعد كده بدأنا في الدرجة التانية إن يبدأ يحصل تغيرات في الجلد، ونحس إنه بقى زي جلد الأورنج بيل كده، أو إن هو زي قشر البرتقانة، تلاقي فيه نقط وديمبلز وكلام من ده، وأقرب سيلولايت حتى. بالظبط. أوكي. نيجي بقى للمرحلة التالتة، إن بدأ يحصل كمان سيليوليت، وإن الدنيا بدأت تنزل تفاقم، ويبقى زي السادل باجز، تلاقي كده عند الهبس او عند الارداف بدات يتكون تنايات جلد. عند الركبه يبدا يبقى في تنايات حوالين الركبه وسقوط للجلد. دي الدرجه الثالثه. الدرجه الرابعه بيبدا يكون في تاثر شديد جدا للجلد، وتاثر في التصريف الليمفاوي في الجلد. فيبدا حتى الكف الرجل او الفيت نفسها تبدا يحصل فيها تورم. بس ده مش معناه ان اللايبيديما. في حاجه اسمها انا اسف، مش الليمفيديما. الليمفيديما ده مشكله في الجهاز الليمفاوي، وده معناها ان الجسم كله من تحت ما بيصير وفي تورمات بما فيهم الانكل. لكن اللايبيديما تظل حتى في النوع الرابع، الانكل ما فيهوش ايديما، ولكن او الدرجه الرابعه، يعني الدرجه الرابعه بيكون مصحوب مع تغير شديد وتاثر شديد في الجلد وورم في كفين الرجل. ده بيكون الدرجه الرابعه. درجه اولى دهون بس، درجه تانية الجلد بدا يتاثر، درجه ثالثه الجلد بدا يسقط وينزل حوالين الركبه وعند المفصل الحوض. الدرجه الرابعه ان بدا يحصل تورمات كبيره قوي في الرجل وتاثر شديد جدا جدا وترهل في الجلد. طب انواعه، له انواع بقى. النوع الأولاني إن دايما حوالين منطقة الحوض، اللي احنا قلنا ده كله يكون موجود في منطقة الحوض. هو شائع أكتر عند النساء بتوقع. بالظبط. فينا نقول دكتور إنه نوادر نلاقيها عند الرجال؟ قليل أوي، ولكن ممكن نلاقيها عند الرجال. ممكن ولكن قليل. فأول نوع أول نوع عند الحوض بس. تاني نوع عند الحوض والفخذ لحد الركبة. تالت نوع الحوض والفخذ والساقين. تمام.
في نوعين تانيين نادرين شوية. النوع الرابع وده بيجي فيه الدراعات، ده نوع نادر دراعات فقط. وفي النوع النادر الآخر ان هو يجي في الساقين فقط، وده بنسميه النوع الخامس. في كل الأحوال هو نفس التغيرات ونفس ممكن أي نوع من دول. يعني لو دراعات بس يبقى فيها جريد 1 جريد 2 جريد 3. تمام. غالبا للأسف المريضة بتجيلنا ما بين جريد 2 وجريد 3 وجريد 4، اللي هو الجلد بدأ يتأثر. لأن هي في الأول بتفتكرها إن هي شكل الحتة دي جسمها هيك. مليانة. اه تمام. صح. لكن بعد شوية لا، بتيجي بقى لما تبقى عيانة عندها وعي قوي، تيجي والجلد متأثر تأثر خفيف. العيانة اللي بقى تهمل في نفسها بتيجي والجلد متبهدل. تمام. طيب دكتور، في خلينا نقول مثلا تشخيصات معينة، تحاليل معينة، نقول نحسن نفرق اللايبوديميا عن مرض تاني؟ يعني نحن هي اشهر حاجه اللايبيديما شخص. والليمفيديما. ونشوف الانكل، لو الانكل بتاع رجلها في حز كده يبقى دي لايبيديما. خلاص. حتى ما بتحتاج تحليل دم لا، حتى ما بتحتاجش تحاليل ولا حاجة. تتعرف؟ لا خالص. تشخيص يعني تشخيص طبي سريري بيمشي الحال. ايوه بالظبط، ميديكال. تمام. طيب دكتور، خلينا نحكي عن طرق علاج اللايبوديميا. هل في طرق بص، انا لو دوائية؟ قلت الجراحه جراحية؟ على طول هبقى راجل يعني ايه، ما بقولش الحقيقه. لكن هو الاساس بتاعها 70 90% من الحل جراحي. لو العيانه وعيها كبير قوي في الاول، الكنترول اوف ويت له دور بسيط، ان هي ما تزيدش قوي في الوزن برضو ونسيب نفسنا له دور بسيط. يعني اللايبيديما في العيانه اللي وزنها قليل احسن كتير من اللايبيديما اللي موجوده في عيانه وزنها كبير. أكيد عشان طبعا. بس نسهل الفكره على المشاهدين. تاني حاجة، بعض الشرابات الستوكينج بتاعت الدوالي دي ممكن تلبسها. بعض أنواع المساج ممكن يحسن الدنيا شوية. لكن يظل في النهاية العلاج إن أنا أعالج المشكلة الأساسية، وهي وجود الدهون تحت الجلد عن طريق الليمف سبيرنج لايبوسكشن، أو باختصار يعني اللايبوسكشن وشفط الدهون، أو لايبوسكشن وشفط الدهون والنحت مع قص الجلد لو احنا في مرحلة متقدمة وفي ترهل في الجلد. وغالبا العمليه ما بتتمش على مرحله واحده، بتتم على مرحلتين، لان احنا ما نقدرش نشفط كميه دهون كبيره قوي عشان صحه المريضه. حتى لو مسموح لنا في الهامش، لان دايما الدهون اللي بتخرج من اللايبيديما ممكن تسمح لنا هامش ان احنا نزود شويه في الشفط يكون اكبر شويه، بس في النهايه سيفتي كامز فيرست. فما اقدرش اشفط كميات رهيبه. وفي ناس ممكن نوصل نشفط منهم 20 لتر و25 لتر من الطرفين السفليين دهون، فما اقدرش اشفطهم وما احبش اشفطهم على مره واحده. احب اقسمهم ونبقى دايما في الجانب الامن. مش معنى ان في بعض الحالات بيتعمل لها كده وبتعدي ان ده الرول. احنا لازم نلتزم بالعلم. العلم بيقول ان احنا لو زودنا قوي شفط الدهون ده غلط، لكن مسموح لنا بهامش ابسط شويه نزود شويه، علشان تبقى غالبا العمليه على مرتين. بنشفط في مره لو انا بتكلم بقى على الدرجه السيفير الرابعه اللي فيها ترهل في الجلد وفي الفخذين، المتفاقمة. متفاقمه جدا. ونشفط دهون ونستنى 6 شهور نزود شفط دهون شويه ونعمل قص للجلد. طيب تمام. طيب دكتور، خلينا نتعامل مثلا لما حكينا عن موضوع اللايبوديميا وقررنا الجراحة، مرحلة الريكفري، لأنه أنت عم تقول إنه نحن ممكن نعمل الجراحة على مرحلتين، وممكن لو الحالة واصلة للمستوى الرابع فنحن ممكن نعمل 3 مرات أو على 3 مرتين مرات. up to 3 times. تمام. طيب بالنسبة للريكفري بعد اللايبوديميا، هل ممكن تعاود إنه ترجع؟ بصي، لو قلت لك ان هو قصير ابقى راجل برضو ايه، ما بقولش الحقيقه أوكي. اطلاقا. بعد اول مره بيكون في كميه شفط محترمه، فطبعا بيبقى الريكفري بتاعنا من اسبوعين ل3. تمام. بس وقت مناسب يعني. بس يعني مش اسبوعين ل3 بسرعه هرجع بسرعه. لا، غالبا متوقع اسبوعين ل3 بالظبط مدتهم، بشويه تعب لان كميه الدهون المشفوطه كبيره. الجلد مش في حالته، في تورمات اكتر، في احتباس للسوائل اكتر، محتاجه كورس مساج مكثف، مده لبس مشد اعلى. تمام. حتى الساقين انا بفضل انها تلبس شراب دوالي من 3 ل6 شهور، لان من الساقين وكفين القدم من المناطق اللي التورم فيهم بيكون عالي جدا وبيستمر مده طويله على ما الجسم يبدا يعين بناء اوعيه لمفاويه كافيه ان هي تصرف السوائل الزايده. في المره الثانيه لا، ممكن تقل شويه لان كميه الشفط بتكون قليله حتى لو في جرح. وده يمكن ياخدنا لفكره ارهاق الجسم بعد عمليات النحت. الارهاق بيكون مع كميات الشفط الكبيره، مش الجرح هو اللي بيعمل ارهاق. ممكن أكيد. سيده تعمل شد حزامي وتأثيره على الجسم والريكفري بتاعها يكون أسهل شوية من سيدة ما عملتش جرح كبير بس شفطة كمية دهون كبيرة أو أكتر من منطقة. فطبعا في المرة الأولانية عشان بنشفط أغلب الدهون فبيبقى فيه إرهاق شوية على الجسم، ولكن الريكفري بيكون
بعد 3 أسابيع، و3 ل6 شهور بنعمل العملية التانية. احنا هنا بنتكلم عن عملية علاجية وليس تجميلية. طبعا أكيد. فالمريضة ما تحطش ريكفري بيريود في دماغها قوي، ولكن هي عملية علاجية أكتر منها تجميلية. يعني دكتور هي خلينا نقول محتاجة تعمل العملية الجراحية up to 2-3 times. لازم ممكن، وفي تنطر ناس حالات مرة واحدة بس مرة حسب واحدة. الدرجة. طيب في حال هي بتحتاج مرتين، فهي لازم تصبر من 3 ل6 شهور طبعا حتى تعمل العملية عشان الثانية. الورم يكون راح ترجع تريح. والاوعيه الليمفاويه شويه اتكونت، شفنا الجلد هيترهل منين في بالظبط عشان الباترن بتاع القص بتاعنا، حاجات كتير. طيب في لايف ستايل معين، نظام غذائي معين يساعدها على طرد زي ما السوائل قلت لحضرتك على في وجهه الاستشفاء؟ طبعا في حاجات كتير بنعملها، امال جلسات المساج الليمفاوي، نوع معين من انواع معينه من الاكل. مم. ولازم تبقى فاهم ان التحكم في الوزن هو مش العامل الاساسي، والا ما كناش قلنا شفط الدهون هو الاساس في العمليه دي، ولا قلنا ان التكميم ما بيحسنهاش. ولكن في نفس الوقت كل ما كنت انا التغذيه بتاعتي الصحيه، السيستمز بتاعت جسمي بتكون في حاله هيلثي، ان الريكفري يكون اسرع، وان احنا نديفلوب بيتر ريزلتس. صحيح. طيب دكتور، شو رسالتك لكل امرأة بتعاني من هذا المرض، أو كيف ممكن تشخص حالها قبل بوقت لو عندك فشلها؟ تراكم للدهون في النصف السفلي غالبا ما بيتغيرش بوزنك وما بيستجيبش للنزول في الوزن حتى لو نزول بسيط، بدأت تحسي ان الجلد مش زي جلد دراعك او بطنك او ظهرك او رقبتك، توجهي فورا لطبيب التجميل. لان لو لايبيديما وعالجناها بدري الريزالتس بتكون احلى بكتير ما نستنى المرحله الاخرانيه اللي بنضطر فيها ساعات نقص الجلد. أكيد. طيب دكتور، وما تخافيش، يعني كلمه تفضل. اخيره، ما تخافيش ابدا من شفط الدهون في الساقين، ان شاء الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وبخبره الجراح اللي موجود بعمليه امنه تماما. في ناس بتتكلم الشرايين والاورده والكلام ده، لا، في طبقات معينه بندخل فيها بتكون امنه ان شاء الله. وأكيد طبعا مثل ما حضرتك تفضلت إنه في عندك نسب معينة لشفط الدهون، أنت بالظبط. هذا لا كتير بسيط ملتزم فيه. بالظبط. طيب دكتور، آخر سؤال اليوم معنا بخصوص اللايبوديميا. ممكن مثلا الامرأة لما تحس إنه هي مصابة بهذا المرض، ممكن هذا الشيء يأثر عليها بموضوع الحمل والولادة، أو مثلا تنصحوها إنه هي تعمل فرق ما بين الولادات؟ هي بالنسبة للمرأة المتزوجة طبعا، لا ملوش علاقه بالحمل. بسبب إنه هي مثلا ما ترجع لهي الحالة، خصوصا إذا هي بفترة ريكفري. يعني أنا مثلا عندي صاحبة عملت هاي الإجراءات كلها وبلشت بالعلاج وبالمساجات، تقريبا بعد سنة حملت. فاللي بتذكر كتير منيح منها أنه حكيت لي أنه أنا رجعت أعاني شوي من الموضوع، رح أرجع أعالج الموضوع، ما تخلصت للأسف من الموضوع. بص، اكيد هو في حاجتين ممكن تكون هي قصدها بالمعاناه. رقم واحد، ان احنا لازم بنسيب طبقه جلد تحت طبقه دهون تحت الجلد. احنا انا اسف في اللفظ، ما بنسلخش العينه، لان بعض الناس فاكره عموما حتى في النحت انا مش هحط جلدك على العضلات على طول 100%. أكيد طبعا. فممكن تكون الطبقه دي اتاثرت اكتر بشويه الزياده في الوزن اللي حصلت مع الحمل. الاهم بقى هو تاثر الجلد بالهرمونات اللي بتحصل لما بيحصل حمل، وبيحصل ان ضغط الحوض بيزيد، تصريف الوريدي بيقل، التصريف الليمفاوي بيقل. صحيح. كده اصلا التصريف الليمفاوي قلل بعد عمليه الشفط عشان اللايبيديما عند صديقتك، وبالتالي ممكن سوائل هائل طبعا. فاحتباس سوائل، كل ده بيخلي الجلد يبان انه اتاثر. وبالتالي بس دي ان شاء الله تكون حاجه ريفرسبل، بعد ما تجيبي البيبي ان شاء الله تبقى زي الفل باذن الله. شكرا كتير لك دكتور، يعطيك العافيه. شرفتيني. شكرا كتير. تذكري دائما أنه جمالك بينبع من نفسك، من روحك، من توازنك بين عقلك وجسمك، وأكيد ما تقصري بحالك، ودائما استشيري الشخص الصح. بحب أتشكر الدكتور أحمد الشريفة، استشاري جراحة التجميل، ويعطيكم العافية.